ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واقول لكم حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان القناه تعلى. يعني عشان قلت لكم الف مره والله هي ما هتكبرش والله غير بيكم انتوا، بفضل ربنا الاول ثم انتوا. عايزه اقول لكم عشان في كتير قوي خياطين يعني ايه ما يعرفوش الكباتونيل ده بيجي منين. ده كباتونيل اللي بيتعمل منه الغسالات، ده من المسكي من حاره المزين عند الكنيسه كده، شايفينه؟ انا جبت متر ونص، عملوا لي غسالتين الكباتونيل بس. الكباتونيل اللي هو متر ونص عملوا له غسالتين بس والله. ودوت بيجي من حاره المزين برضو. الطوب في منه عامل ب 100 جنيه، والطوب عامل ب 75. الغساله بتاخد طوب عشان هو 4 ونص، 4 متر ونص بس الغساله. وده التل وده من تحت برضو بناخد متر ونص لحرف التل من تحت داير ما يدور، لان احنا بنكنش 5 متر التل كله دوران الغساله كله 5 متر. استنى فهو معاكم دي، يعني اللي ما يعرفش هي بتيجي منين، يعني عشان انا بس حبيت ان انا اوريكم وانا بعمل غسالات كل الالوان. يعني لو خياطه لسه ما تعرفش الكاباتونيل ده بيجي منين، الكاباتونيل ده للركنه على فكره، كمان للركنه والانتريه، يعني وش وظهر. جميل قوي برده. والتنتله دي بتيجي من حاره المزين، يعني المسكي من بره فيه كوبري مشاه كده، تخشي من جنب السلم بتاع الكوبري، هتقولي حاره المزين، بصي هتلاقيها مليانه كلها. والكاباتونيل دي من اول حاره الميزان من بره، كل الوانه عند الكنيسه. واللي فين الكنيسه هتلاقيه في ظهر الكنيسه على طول. دي غساله نوع، وهوريكم برضو ايه النوع التاني. انا برضو ايه عملت، يعني حبيت ان انا دي غساله مرتين، حبيت اعملها على ايه، على شكلين. التول اللي تحت ده تول منقوش على فكره، جميل قوي برضو، بستخدمه للملايات وبستخدمه يعني الغساله. ممكن تعملي منه برضو البانيو، حاجات شباك الحمام، الحاجات دي كلها جميل قوي. جميل جميل جميل. كله برضو بياخد طوب كانتيلا من اللي فوق ودوت 5 متر برضو. ده بيبقى على الناحيتين على فكره، الورد الكنار ده بيبقى على الناحيتين. انت بتجيبي 5 متر، انا بجيبهم لسرير الاطفال 5 متر واقطعهم فرع واحد، حته واحده، حته كده وحته كده فدي الغساله بتاخد 5 متر دورانها عشان بتتكنش، بتبقى مديه لدوران شكله جميل يعني. على فكره الكاباتونيل ده كل الوانه. ده برضو فورمه تانية، ده كاباتونيل برضو. بصوا جميل قوي الزهر ازاي، الزهر جميل جدا. دي غساله برضو، دي غساله شكلها برضو جميل جدا، كاباتونيل برضو. يعني انا عايزه بس اعرفكم بس ان القماشه دي بتيجي من حاره المزين، من قدام اول مدخل حاره المزين، اول مدخل جنب الجامع، يعني اول الشارع جامع، وفي اخر الشارع كنيسه، هو في ظهرها على طول بتاع الكاباتونيل ده. تعملي منه الركنه، تعملي منه التكييف، تعملي منه بتاع الفرن، كل الحاجات، المراوح. جميل جدا. وحاره المزين دي مليانه كلف رهيبه، يعني خير ربنا كله مليان في حاره المزين. فدي للخياطين اللي عايزين لسه يعرفوا الكاباتونيل بيجي منين، بيجي من حاره المزين قدام الجامع، وهو في ظهره الكنيسه على طول. وطبعا احنا بنعمل الغسالات دي كل الوانها الغسالتين بياخدوا متر ونص، انا بجيب الكاباتونيل متر ونص
سوى مروحين او اللي هي من فوق او الاوتوماتيك الكامل. و5 متر طول في الطول دوت اللي هو الخيال ده، عشان تعرفي برضو كل حاجه. الطول الخيال ده العرض بتاعه 3 متر، انت بتجيبي 5 متر برضو وتقسميه على نصين على 3 حسب ما انت تعملي الشغل اللي تحتاني ده. والستاني اللي تحت بجيب 1.5 متر للغساله، والطوب والتنتله اللي فوق طوب حلو 4.5، تاخد دورانها بالفستانه اللي هي فيها دي 4.5. عايزه اقول لكم بقى انتوا 5 حبايبي، ولايك بقى واشتركوا في القناه عشان تدعموني يعني كده، عشان قناتي تكبر بفضل ربنا وبفضلكم معايا. يلا اشوفكم بخير.